أهلا وسهلا بكم في مطبخ الإبداع. اليوم سنكشف لكم سر وصفة انشلاد الخضار المحشوة اللي راح تخليكم تعيدوا تعريف معنى الروعة في عالم الطبخ. صدقوني، هذه ليست مجرد انشلادة، هذه تجربة حسية متكاملة. تخيلوا معي، نبدأ بزيت الزيتون يسخن بهدوء في المقلاة، ثم نصغي لصوت البصل والفلفل الرومي وهم يتشوحوا ويتحولوا لألوان زاهية وريحة تخطف الأنفاس. يا للجمال! نضيف الثوم، يا له من عطر، يملأ المكان بدفء لا يقاوم. الآن السر في البهارات، الكمون والبابريكا ومسحوق الفلفل الحار، كلها تتراقص مع الذرة والفاصولياء السوداء. اخلطوا جيدا ودعوا الرائحة العميقة تنتشر. نضيف مرقة الخضار ونتركها تتسبك. هذا الصوت، هذا البخار، يا للسحر! جهزوا خبز التورتيلا، نغلفه بالحشوة الغنية. وهنا السر الثاني، الجبنة. نرش كمية سخية من جبنة الموزاريلا والشيدر داخل الحشوة. لفوا التورتيلا بإحكام. هذه اللحظة فيها فن بحد ذاتها. نرص الإنشلاد في صينية الخبز، ثم نغمرها بصلصة الإنشلاد الحمراء الغنية. والآن الجزء الذي لا يقاوم، طبقة هائلة من الجبنة فوق كل شيء. نرسلها للفرن الساخن، وبعد 20 دقيقة اسمعوا معي صوت فقاقيع الجبنة وهي تذوب وتتكرمل. رائحة تملأ المنزل وتدعو كل من فيه. الملمس الذهبي المقرمش من الخارج، والجبنة اللي بتمط وتذوب من الداخل. هذه ليست مجرد وصفة، هذه احتفالية بالحواس. انشلاد الخضار المحشوة بالجبنة سهلة، غنية، وتستحق كل لقمة. جربوها وشاركونا إبداعاتكم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وتابعونا للمزيد من وصفات مطبخ الإبداع.